يوم الوديات في الزمالك اكسبلور ويلا بينا. النهارده صباحا الزمالك كان عنده مباراه مع ايسترن كومباني. مباراه انتهت بالتعادل 1-1. مباراه كان بيجرب فيها مستر جوزيه جوميز الفريق والبدلاء اللي موجودين في سكواد الفريق من اجل الاستعداد لبطوله السوبر المصري اللي هتقام يوم الاحد القادم امام بيراميدز. تعالوا نشوف تشكيل الزمالك كان ايه النهارده. حراسه المرمى لعب بمحمود الشناوي، خط الدفاع احمد فتوح، محمود بنتايج، جيفرسون كوستا وعلي نوفل. خط الوسط يوسف الفرنسي ويوسف احمد حسن، محمد عاطف وحازم اسامه. 2 رؤوس حربه حسام اشرف وسامسون اكينولا. حاول الزمالك يضغط وحاول الزمالك يلعب من البدايه، ولكن ايسترن كومباني بيفاجئ الزمالك بدري، وفي الدقيقه 30 بالظبط ايسترن كومباني بيتقدم بهدف بعد مرور نصف ساعه بالظبط. هدف عن طريق لاعب ايسترن كومباني احمد عاطف تقدم للفريق. الزمالك حاول يرجع في المباراه وحاول يدرك التعادل قبل نهايه الشوط الاول، لكن الشوط الاول بينتهي بالتعادل. الشوط الثاني الكوتش عمل تغيير، خرج حازم اسامه ونزل احمد رفاعي المدافع وزق الفرقه كده لقدام شويه، وبينجح في الدقيقه 65 سامسون اكينولا انه يدرك هدف التعادل للزمالك من تسديده داخل منطقه ال 18 عشان يتعادل الزمالك مع ايسترن كومباني في المباراه الوديه. الزمالك استمر وفضل يضغط كتير عشان يجيب الهدف الثاني، ولكن ايسترن كومباني قفل دفاعاته بشكل كبير والمباراه بتنتهي بالتعادل 1-1. زي ما قلت لكم وديه استعداديه للسوبر المصري باذن الله. الزمالك عنده وديه ثانيه ستقام بعد قليل امام نادي زد في ملعب النادي ايضا، مباراه مهمه هيلعب فيها بقى معظم الاساسيين. شارك في مباراه النهارده احمد فتوح وكان قائد الفريق وظهر بشكل الى حد ما جيد. فتوح بقاله كتير بعيدا عن المباريات، ان شاء الله فتوح يرجع. مكسب كبير جدا عوده فتوح لمستواه، ان شاء الله قضيته وازمته تعدي على خير. وزي ما بنقول دايما ربنا يرحم امين الشرطه يا رب ويصبر اهله، وباذن الله الموضوع يعدي على خير. سمعنا كلام كتير ان الموضوع خلاص قرب ينتهي والناس قربوا يتصالحوا والامور تعدي على خير باذن الله، وربنا يرحم امين الشرطه مره ثانيه، ويا رب فتوح يركز ويرجع لكامل تركيزه وفورمته، لان فعلا الزمالك ومنتخب مصر في حاجه كبيره جدا جدا للنجم احمد فتوح. ان شاء الله بعد نهايه مباراه زد هنوفيكم بكل تفاصيلها باذن الله. وديه جديده يا زمالك زي ما قلنا من شويه، الزمالك بيتعادل مع ايسترن كومباني 1-1. انتهاء مباراه الزمالك وزد اكسبلور ويلا بينا. خاض الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك مباراه وديه امام نادي زد، اخر مباراه استعدادا لمواجهه بيراميدز في السوبر المصري. الزمالك بيخسر من زد 3-2. الزمالك بدأ المباراه بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسه المرمى، محمد حمدي باك شمال، 2 مساكين حسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي، احمد محمود ناحيه اليمين، زياد كمال في مركز 6 بجواره عبد الله السعيد وقدامهم شيكابالا، قدام مصطفى شلبي وكونراد مشالك، وراس حربه ناصر منسي. الافتتاح بسم الله الرحمن الرحيم. الدقيقه 3 كاموني لاعب زد بيتقدم بهدف في شباك الزمالك. الزمالك حاول يدرك التعادل سريعا وفرصه قويه جدا لناصر منسي، لكن بيتالق بشكل كبير جدا عادل لطفي ويمنع هدف التعادل للزمالك. بعدها على طول مصطفى زيكو لاعب زد بيشوط بون تصويبه قويه جدا، ولكن بيتالق محمد صبحي وبيبعدها عن مرمى الزمالك. حاول الزمالك يرجع للمباراه والزمالك فضل يضغط بشكل كبير جدا، وبالفعل كونراد مشالك بيلطش واحده كده ولكن تطلع فوق العرض عشان ينتهي الشوط الاول بتقدم زد بهدف نظيف. الشوط الثاني الزمالك بادئ ضاغط وناصر منسي برضه بيضيع كوره مهمه جدا كانت هتبقى عوده الزمالك، ولكن بينجح كونراد مشالك في بدايه احداث الشوط الثاني كده انه يرقص مدافع زد بطريقه حلوه جدا ويلطش واحده حلوه جدا في المرمى عشان يتعادل الزمالك وتصبح النتيجه 1-1. زد بيرجع تاني للمباراه ويبدا يضغط وبالفعل ينجح في تسجيل الهدف الثاني في شباك الزمالك. دقيقه 73 عن طريق سامح ابراهيم تصويبه قويه جدا بتسكن شباك محمد صبحي، لكن بعدها بدقيقتين بيعود المنقذ حمزه المسلوسي وهدف بالدماغ بشكل هائل من كورنر بيتعادل للزمالك وتصبح النتيجه 2-2. ولكن لكل شيء نهايه. شادي حسين في اخر لحظات المباراه بيخطف هدف الفوز لنادي زد عشان تنتهي المباراه 3-2 لصالح نادي زد. اخر تجارب الزمالك الوديه هزيمه من زد 3-2. عشان كده يبقى التجارب الوديه اللي خاضها الزمالك بعد السوبر الافريقي وقبل السوبر المصري، الزمالك لعب 3 مباريات، هزيمتين وتعادل.
ونهايه البروفات، والزمالك باذن الله سيتوجه الى الامارات يوم الخميس القادم باذن الله. فهذه الوديات بتقول حاجه، تقول ان الزمالك مثلا وحش او الزمالك حلو او الدنيا ماشيه ازاي؟ الوديات الراجل بيجرب اللعيبه وبيشغلهم بدني بشكل كبير. اعتقد في الوديات ما بيهتمش قوي بالتاكتكس والحاجات دي، هو بيشتغل بدني اكتر وبيشغل لعيبه بدنيا بشكل افضل. طبعا متفقين ان سكواد الزمالك محتاج لعيبه، محتاج لعيبه، ومحتاج يكون في نواقص كتير جدا في الفريق، ولكن في النهايه هي مباريات استعداديه للسوبر المصري. اعتقد في الرسميات الامور هتبقى مختلفه، اتمنى ذلك ان في الرسميات الامور تبقى مختلفه، واتمنى المجلس يضم صفقات قبل السوبر المصري. ولكن دماغ جوزيه جوميز بيقول لك لو ضم صفقات قبل السوبر المصري اللي هيتلعب الماتش الجاي يوم الاحد، يقول لك اللعيبه ما اندمجتش وما دخلتش زي ما عمل في السوبر الافريقي، وكان مشالك وعمر فرج والرجاله دي نزلوا في اخر احداث المباراه. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل الفتره القادمه. ده كان تقرير عن مباراه الزمالك وزد، وكان قبلها بشويه تقرير عن مباراه الزمالك وايسترن كومباني. بالتوفيق للزمالك فيما هو قادم باذن الله.